كانت شركة الوعد الصادق تعتمد على شراء السيارات المستعملة بمبالغ تزيد عن قيمتها الحقيقية. طبعا ميكانيزم كيف نخدمه سهله، عندنا لاشا وعندنا لافونت. لاشا تكون لهنا عندنا دي زاشتور، عندنا دي ميكانيسيان دي طولي يقلبوا طوموبيل تسمعوا، وكاين لاشتور هو اللي نيغوسي مع الكليون على لو بري اكسيتيرا اكسيتيرا. لاشا تكون افيك كريدي، يكون عنده ان ديلي تاع 55 جور جوسكا 60 جور. البري يكون موتيفي، يكون بري هكذا يخليك كما يقول لك يخليك باش تخلي طوموبيل تاعك لهنايا. عندنا دو كاتيجوري فورنيسور، كاتيجوري كليون نورمال. كاتيجوري فورنيسور هما اللي نتعاملوا معاهم بزاف، اللي يكون بايمون تاعهم بارطونج شاك سيمان يدي دراهمو. وكاين كاتيجوري كليون اللي يكون عنده طوموبيل زوج منا تاعو. الطوموبيل تاعك مسومه فيها كريدي، راك معايا كي تربح عليه نتايا تدخل معايا لداخل الاداره، تعطي الاسم تاعك واللقب تاعك ونيميرو التليفون تاعك ووقت سياره، يدخلوا عندنا في البيرو ومن بعد نماركوهم عندنا في المكتب في الميكرو في الريجيست. بعد السياره تاعك نحطوها في البارك في نبيعوها. كي نبيعوها تكتب السيد اللي بعناها له 55 يوم تجي تدي صور تجيب كارطونتي تاعك وتدي. لا كي نبيعوها تكتب السيد اللي بعناها له 55 يوم تجيب الكارطونتي تاعك وتجي تخلص. سبقات بينو وبينو تفاهموا على بري، يعطينا حاجه خفيفه هكذا قسم نستناو الدراهم تاعنا، هو يخدم بهم في حوايج واحد اخرين. ربي ان شاء الله مالغري يخسر حنايا انا نخدموا معاه ورانا نعاونوا فيه. حنايا الانسان راه يستثمر، يحتاج دراهم يحتاج سويره يستثمر، حنا رانا نعاونوا فيه، ماناش كوميرسيه والله زعما ناكلوا فيه، رانا معاه حتى يموت للاخر. كما كان السوق أيضا يبيع السيارات بأقل من قيمتها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%. والسر في ذلك هو حصول صالح مولاي على أموال وثروة هائلة جراء هذه العملية، مع الإقبال الكبير والمتزايد على سوق الوعد الصادق. هي راهي تاعها 2015. شحال سوى؟ ما سوونش مش حابة نبيع أنا. شحال نبيع أنا بعد ما اختصار سريع شحال نبيع أنا؟ شحال قضية ديالي تاعي؟ يدير حنا أنا سمعت خدمتو ديالي 50 يوم. غنكافي يرجع من صالح مع لاسيرونس غادي نفتح. بعد بكلي محطوط عندي وكي تبيعو للسيد ويجي يعيط لي باش نكاتب نعطيه بكلي إن شاء الله. كان سيفين ديال تاع الاولى ان شاء الله. بارك الله فيك. يعطيك الصحه صافي ربي يعاونكم. معاملات ومبادلات تجارية بنيت على أساس الثقة من دون وثائق رسمية، حيث كانت جميع العمليات تتم بطريقة عادية وشفافة، أن الزبائن كانوا راضين عن سير إجراءات البيع والشراء التي كانت سريعة ومربحة. صراحة حتى مشكل نورمال، سواء للفورنيسور سواء للكليون نورمال. جاو ناس من برا ولا بلاد جاو من خارج البلاد شراو كرارس لهنايا نورمال. شركة واسمها الوعد الصادق، ناس وعدت وعاهدت ووفات نورمال. الناس اللي عندهم ليدات تاعهم خلصوا نورمال عادي، ما كانش واحد خلق له مشكل والحمد لله وربي يدومها ان شاء الله. بعد نجاح سوق الوعد الصادق بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، قرر مولاي صالح فتح مكتب جديد متخصص في بيع العقارات، حيث اعتمد على نفس قاعدة السيارات، أين كان يشتري الأراضي والعقارات بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية ويبيعها بأسعار أقل من قيمتها، حيث يشتريها من أصحابها بعقود تمضى عند الموثق بشرط أن يتم الدفع على شكل أقساط.
هذا كان العقار، هذا هنا العقار اللي عنده تراب ولا عنده سكنه ولا يتقدم هنا للصالح ويتفاهم معاه، والصالح يعرض هذاك يعرض عليك يخلصوا بالترونش، مثل كان يعطوا 6 اشهر كان يعطوا 10 اشهر، كل واحد على حسب السكنه ولا على حسب التراب تاعو كبير. ولا انا جيت لي لهنا كانت عندي السكنه تاعي، جيت دخلت لي لهنا واستقبلني ريحنا وهضرنا، قال لي السكنه تاعك شحال طلع فيها؟ قلت له بالسومه هذيك وشحال فيها، والاخر وفيها عندها كارني كذا كذا. واش فهمت معاه؟ واحد هو تفاهمت معاه بحاله، هو قال لي شري عليك، بعدين طلبت منه قلت له السكنه كان بحالك ما تخرجنيش منها، عندي هذاك تخرجنيش منها وما تبيعهاش حتى تخلصني. هو خدش عليها قال لي 10 شهور، قال لي نخلصك على 10 شهور، كل شهر تدي ترونش. قضية أثارت الكثير من التساؤلات لدى المختصين، وأسالت كذلك الكثير من الحبر في مختلف وسائل الإعلام، خاصة أن صاحب شركة الوعد الصادق كان يعتمد على قاعدة تجارية غريبة تمثلت في الشراء بالخسارة والبيع بالخسارة. نعطيكم مثل الاخر كان سميدي جابوا مره ما لحقش نوصل الغزال في نص الطريق سومه رخيصه. السيد اللي شفت عليه قال له صالح فهمني واش راك دير، لكن الشاحنه مثلا ب 40 مليون ترك تعتري. هو واش كان الاخر تاع قال له انا كنت محتاج دراهم، شريت فور تاع المخبزه مقسمتين، شريته ب 40 بيعوه 80. انا واش همني كي نخسر هذه واش كنت تعرف راسك جا في الدار وبالصحراء يخدم. هذا هو صح. كان واحد الوقت ثاني يخدم مع الاخر يشتري مثلا تشينا ولا الاخر يبيع الوزنوات تاع اللي يخدموها المصبرات، وقت التشينا وقت الطماطيش بصح تلقاه في الدار ويخدم بالتليفون. هذا هو الفكره تاع الصبح كيف كان هذا ممكن يخسر هنا ويعوضها. هذه الفكره. نجاح تجربة الوعد الصادق في الاستثمار في مجال السيارات والعقارات أدى بمولاي صالح إلى فتح مكتب جديد متخصص في مختلف أنواع التعاملات التجارية، حيث عين مساعدين له في مختلف المجالات. أين كان هؤلاء يقومون باستغلال ختمه واسمه، وهو ما سبب العديد من المشاكل، حيث تبرأ صالح مولاي من العديد من التعاملات التي كانت تحدث باسمه، هو ما أثار غضب زبائنه، وبدأ الشك يدخل في نفوس السكان، وبدأت شعبية مولاي صالح تتراجع. الديبي كنت نخلص شاك سيمان نلحق نحط البون تاعي نرفد دراهمي عادي نورمال، ما عندي حتى بروبليم نتعامل معاه. ومن بعد في الآونة الأخرى بس ما تخبيش، شوف ما نخبيش عليك، الإنسان هذا وحده ما يقدر يدير والو، هو كان شركة وفتح الفروع بزاف على روحه، والناس اللي كانت معاه هما اللي كلاوه. كاين كما يقال ستاتيو، في الستاتيو هذو كاين مولاي صالح وشريكين وراهم محل متابعة ومحل إدانة أمام قاضي الدرجة الأولى ومحل استئناف أمام مجلس قضاء بويرة، راهم عندهم مسؤولية كشركاء، ولكن المسؤولية الكبيرة والتخطيط المسبق الإجرامي المسبق والتفكير في النصب كل هؤلاء الضحايا هو المتسبب فيهم هو مولاي صالح. ولكن ومع ذلك نحن ما زلنا ملتزمين بالعقد المعنوي الذي يربطنا مع الناس، ما زلنا ملتزمين برد أموال الناس إليهم،
وما زلنا متمسكين بالحفاظ على العلاقة بيننا وبين هؤلاء الزبائن وعليهم. بإذن الله تعالى خلال أيام قليلة وربما ساعات سنشرع عمليا بحول الله تعالى في تسجيل الديون التي علينا على المؤسسة، وإذا كان هنالك تعاون كافي من قبل الجميع الأمر كله لن يستغرق مدة طويلة، يعني بدء العملية وإنهاءها إذا كان هنالك تعاون كافي من قبل الجميع ممكن يستغرق أسابيع قليلة، يعني 3 أسابيع 4 أسابيع يكون العملية كلها انتهت. تأخر مولاي صالح بتسديد الديون جعل الزبائن يعيشون حالة من القلق والخوف والذعر على مصير أموالهم، خاصة بعد انقضاء المدة المتفق عليها والتي تقضي باستلام أموالهم في آجال أقصاها 50 يوما. الو هلا اخوي درهمك لا شحال عندك فلوس تعتز شحال الوقت تاعك شحال سال ما تقدرش تصبر علينا شويه شغلنا طحنا في هذه الازمه هكذا نقص السيوله وما تقدر تصبر علينا شويه ماذا بك يا على بالي مع الناس والنشاطات تاعك فيها بصح لازم تكون معنا اصبر معنا شويه الله غالب. ايه انا عارف كي تفرح ان شاء الله نبداو بك ما تخافش. ايه انا قلت لك تكلم من عندي كلمه تاع الرجال كي تبي تفرح نبداو بك ما تخافش. صبرهم شوي صبرهم واش نقول لك انت خدمت مع جماعه صبرهم نهضر معهم انا كاع غلطوا صبرهم شوي. بدأ صالح مولاي يتوارى عن الأنظار ويتفادى لقاء زبائنه وحتى أصدقائه، وكلف مجموعة من مساعديه بتسيير أموره وتجارته. بتاريخ 10 جوان تجمع المئات من زبائن الوعد الصادق أملا في الحصول على أموالهم. روح شوف زين عمي صالح والله طولت في الترك طولت في الترك ضرب ساعتين برك واش راهم يقولوا ما كاش منها نهضر عمي ما عنديش باسبور كاع يا ولدي انا كيف انا شي فوق الخطو ساهل عبد الرحمن 3 يورو سميري راهي عندك وكتبتها وراح نموت قلبي تفاك كريه لا تدي ذنوبي لا بنت ولا تنظر علي لا تدي ذنوبي لا مرات ولا بنت ولا بنت اسمع يا ودي السنه حشد كبير من الناس وهم غاضبون، وأمام حصارهم لصاحب شركة الوعد الصادق لجأ مجموعة من الشباب إلى الدفاع عن مولاي صالح وتحريره من حصار الغاضبين، وهم يرددون شعار جيش الشعب معاك يا صالح خوفا من تضييع ممتلكاته. كاين بعض لي فورنيسور اللي يعني فعلا كانوا متماشيين صح وماشيين يعني بثقه كبيره، كانوا ياخذوا اموالهم بالتواريخ معينه مع هذا الوعد الصادق ويخلصوا الناس، وكاينين لا كاينين اللي كانوا يدوا الاموال وما يخلصوش. يعني كاين معناها مش معناها الكل كانوا يمشوا على بصدق كما كان يمشي معهم هو بصدق. هذا سبوا الارتباك، زائد انه الفتره اللي كانت فيها فتره نتاع الانتخابات هي فتره فعلا ساهمت في تاخير الفتره اللي تاع المده اللي الناس توقفت، الانطلاقه من بعدها ما وبتاريخ 12 جوان 2015 طمأن صالح مولاي زبائنه وقال أنه سوف يسدد ديونهم قبل النصف الثاني من شهر جوان.
بدد الإشاعات التي تحدثت عن هروبه إلى تركيا، مبررا ذلك بنقص السيولة المالية بشرائه عقارات واسعة في المدن الكبرى. أريد أن أطمئن كل زبائن مؤسسة الوعد الصادق أن مشكل السيولة الذي عانينا منه في الأسابيع الماضية سيتم حله تدريجيا ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر جواد، والجميع سينال مستحقاته خلال شهرين من بعد 10 من جوان. يعني بدء تسجيل الديون سيكون بدءا من 10 جوان، وآخر سنتيم سيسدد قبل الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر بشكل أسبوعي. طبعا بشكل يومي سيتم. عندما نبدأ تسديد الديون سيكون تسديد بشكل يومي حتى تسديد آخر سنة. تصاعدت الاحتجاجات وبدأت الشكوك تحوم حول نشاط سوق الوعد الصادق الذي أغلقت أبوابه نهاية شهر ماي الماضي بعدما عجز مولاي صالح عن دفع مستحقات زبائنه، هو ما جعل صاحب السوق يختفي عن الأنظار وفي مكان مجهول، تاركا السوق خاويا والمئات من الضحايا يطالبون برأسه، حيث صدر ضد صالح مولاي 19 مذكرة أمر بالقبض في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال. احنا جينا هنا من وزارة العدل الحمد لله، استقبلونا احسن استقبال، وانا امثل ضحايا الوعد الصادق للمال والاعمال. جينا لوزارة العدل نطالب باسترجاع الحقوق المأخوذة منا، والحمد لله خرجنا بنتائج جد جيدة، واعطانا موعد، يعني قلنا باش يهضر مع لي بروكورور تاع السلطات تاع البويرة، عطى لهم امر بالقبض ولله الحمد، وحنا نستناو ثقتنا كبيرة في العدالة ان شاء الله. بتاريخ 10 نوفمبر 2015 تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على صاحب شركة الوعد الصادق صالح مولاي مساء بمنطقة تمنفوس برج البحري شرق الجزائر العاصمة. والد المشتبه فيه أكد أن نية ابنه كانت حسنة ولم يكن ينوي الهروب إلى الخارج، مفيدا أنهم تفاجؤوا بمتابعته بجرم النصب والاحتيال. هو إنسان دوك حنا راه متهمينه بالنصب والاحتيال، النصب والاحتيال يحتال على مواليه على خاوته على أهله على أحبابه وعلى يستحيل. هذه مش تاع نصب. هذا الإنسان اللي يحتال على الناس ويروح، ماشي هذا هو دار تجارة، الناس دارت فيه ثقة، هو دار الثقة في ناس أخرين. إلا كان دراهم جاو ما عندنا سبب، يستحيل لازم كل واحد يدير باش يقول لك احنا ما عندنا والو. راه كاينين بعض الإعلاميين يقول لك المشكل تاع الآخر صالح راه عنده مواليه دارين في فيلات وعقارات ما عندنا والو، والله ما عندنا حتى شيء. ما عدا يعني مثلا السكنه اللي كنت شاريها انا قبل الوفاه، ولا التراب تاع الاهل تاع جدود. والد مولاي صالح طمأن ضحايا شركة الوعد الصادق بحصولهم على الأموال فور توفر السيولة المالية. واش نقول الناس المرأة أكثر من 6000 ولا 7000 واحد تندرتو في الثقة في الصالح. والصالح هذا ما هو سراق، ما هو نصاب، ما هو كذاب. بصح المشكلة هو اللي على بال بها، كما درتوا فيه الثقة انتم هو راه داير الثقة في ناس اخرين. هذا هو الشيء اللي المبلغ تاع 200 اللي هو اللي على باله هذاك 2000 يعلم ربي هو اللي على باله. واش كاينين على ذوك الناس كاينين اللي مسجلين عن تاع سيارات، مسجلينهم وموثقينهم وكل ما يلزم، خاصة كاينين ناس يرفعوا دعوة قضائية وما يسال والو. كاينين ناس خلصوا وراهم دارين دعوة قضائية. كاين ناس يسالوا حاجة صغيرة، مثلا يسال 100 مليون وراه دار 200 مليون. هذه هنا راهم غالطين في حسابهم. كاينة الوثائق راه موجودة.
لمعرفة تفاصيل القضية التي حيرت الرأي العام ولتقصي الحقيقة، تقرب فريق تحريات من ضحايا شركة الوعد الصادق. أكد أحدهم أن الشركة فرضت التعامل معهم تجاريا نظرا لتحكمها في السوق وإحكام قبضتها على أسعار البيع والشراء في شتى المجالات التجارية. شركة وعد الصادق هذه فرض علينا باش نتعاملوا مع هذا الإنسان. الشركة هذه كاين بزاف اللي يقول لك أنا ما نتعاملش معاه وأنا ما نتعاملش معاه. علاش ما نتعاملش معاه؟ باسكو طيح السوق تاعك أي حاجة يفرض عليك، هو يفرض عليك باش تبيع باش تتعامل معاه. كيفاش يفرض عليا انا عندي طوموبيل تاع 100 مليون دخلها للسوق، السوق انتم على بالكم في لابيريود هذيك كان ما يسواش كلكو سوا يخدم تسوى طوموبيلات. تروح للسمار وين لاليمونطاسيون، تروح للمال، تروح وين تروح ما كاش. واش تعامل مع حاجه اللي تستحوذ على كلش. السوق طايح في كلش. السوق طايح في كلش. انا نشري طوموبيل ب 100 مليون ندخلها للسوق نبيعها ب 70 مليون، يعطوني فيها 70 مليون. هذا يقول لك هاي كسر غسله يدير البلاصه نتاعها. سي فري صح، ما غلطوش الناس. حكم عليك نريسكي ونتعامل معاه. يقول لك انا جيتوا لي وحدكم. سي فري هو حكمت علينا باش نروحوا لعنده. الناس اللي راهم 48 ولايه يتعاملوا معاه. وأشار نفس المتحدث إلى أن صالح مولاي لم يسلب الأموال وحده، حيث أكد أن شركائه ساهموا أيضا في نهب ممتلكاته. كان هو في لابريود هذيك شغل ما هربت له علاه؟ كان يتعامل غير في الطوموبيلات، افتح كوميرسيال، افتح مال، افتح عقار، ما وقفش هو على الشيء هذا. واللي كان دايرهم شركاء معاه ما كانوش واقفين معاه. كانت الناس قاعده تنتهز به. ماشي دوك ماشي ندافع عليه. انا بورمو نحكي على روحي، انا صالح مولاي الوعد انا حاسب شركه الوعد الصادق. هكذا شركه الوعد الصادق انا صالح مولاي بورمو ما داليش. انا بورمو ما داليش، ماشي ندافع عليه. صح وشنو الشركاء تاعو هما هما راهم لاباس بهم. هو راه في الحبس راه يخلص وسيبري يتحمل المسؤوليه على واش راهو دار، يتحمل المسؤوليه. صحيح نشوف العباد راهم لاباس بهم، راهم برا بدراهمي انا ودراهم الناس اللي راهم مرضى، واحد بلا طونسي، واحد بالكونسير، واحد مات. علاش؟ ماشي حقهم. واش كانوا يديروا؟ كانوا يمتازوا، كان دراهم يخرجوا بالصاشيات العشيات، كانوا دراهم كبار. كنا نسمعوا في الحكايات هذه يشروا لي زاستيك تاع باش يربطوا الدراهم. سي فري يشري 5 ملايين دي زاستيك باش يربط الدراهم. كما كشف عدة أشخاص آخرين عن ثقتهم الكبيرة في شخصية صالح مولاي، حيث أشاروا أن هذا الأخير وعدهم بتسديد ديونهم أثناء جلسة المحاكمة. العدالة تأخذ مجراها، العدالة لازم تأخذ مجراها، لازم. ما كاينه حاجة لازم تشوف الناس هذه اللي ما شتيتش. حنا على ما شتيناش، عندنا ثقه في العداله. انا واحد من الناس عندي ثقه في العداله، نعرف باللي تقدر تشتي دي دراهمك. بصح شفنا باللي هذا الانسان بلا عداله يقدر يخلصنا. حنا نطالبون كما يقول لك ربي ان شاء الله يطلق الصراحه. واش معنى دارنييرمون في المحاكمه جلسه علنيه والناس كاع سمعت باللي هذا الانسان قال لهم انا نخلص الناس، قالها القاضي، الناس كاع حاضره، الضحايا حاضرين، قال لهم انا نخلص الناس. ما كاينه حاجه ما نخلصش بالامر القضائي، باسكو كانوا بيناتنا معاملات تجاريه ما تسهلش نوصلوا للبوين اللي وصلنا. قال القاضي في الجلسه، قال له راك مكتفني من يدي ورجليا وقلت لي خلص الناس، اطلقني نخلص الناس. بدا يتعامل مع ناس مش عارف يدي عقار ولا يدي لي بريمير طرونش، يهز لي طرونش تاعو ومن بعد ما كملش الصفقه تاعو. علاه؟ باسكو رفدو صالح وخرجت له دي موندا داري وكذا منا، ولا هو ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يبوجي. انا واحد من الناس، انا واحد من الضحايا، نقول لك انا كي راه في الحبس درك راه في الحبس، انا ما يخرجش عليا. انا ورا الفايده تاعي كي يحكموا عليه 100 سنه ورا الفايده نتاعي. انا الفايده تاعي نهار اللي يخرج ويخلص الناس وعنده استعداد باش يخلص الناس، وماشي نقول لك ولايه ولا زوج ولا راهي 48 ولايه حاصله عنده. اسكو تقدمتوا بشكاوى؟ انا ما شكيتش، انا باسكو ما شكيتش، باسكو انا على بالي باللي الانسان هذا كي يكون برا يخلصنا وما نشكيش، باسكو انا اللي تعاملت معاه. انا كي نروح نشكي واش راح نقول لهم؟ نقول لهم انا رحت ليه وعطيته دراهمي ما نشكيش. انا الا خلصني، الا ما خلصنيش
يا خويا انا اللي رحت ليه وانا اللي تعاملت معاه، والتجاره ربح وخسر. دعوه في اطار متابعه مولاي صالح بوقائع جد خطيره وعلى تهم خطيره. يعني اليوم باش هذو الضحايا يطلبوا ان مولاي صالح ما يساعدهمش بانه بالسجن، ليس من اختصاصهم وليس من صلاحيتهم. الشركة أعلنت إفلاسها، وبدأ الناس يشتمون رائحة النصب والاحتيال، وهم لا يصدقون أن أموالهم ضاعت وعقاراتهم سلبت منهم، غير أن بعضهم يأملون في استرجاع ولو القليل من أموالهم. أنا نطلب منه يعطي لي دار، يعطي لي دار ويعطي لي دراهم اللي أعطيتهم له، دراهم أنا اللي أعطيتهم له يرجعهم لي، والله يسمح في كلش. ما نسحقش أنا ما نسحقش دراهم، يعطي لي دارات، يعطيني قبر الدنيا، يعطيني دار البابا ويما نعطيها لهم، ما نسحقش دراهم أنا قلت له الله يسمح والله يسمح، ونزيد نقول له فيها دوك الله يسمح، يعطي لي دار برك. هذا ما كان، ما نسحق حتى حاجة. ولا عاد الإنسان هذا يخرج، لا عاد هذا الإنسان راهو النية تاعو عند ربي يخلصنا، ماذا بينا يخرج. ولا الإنسان هذا راهو يلعب بينا كما لعب بينا، إن شاء الله ربي ما نشوفوهش كاع، إن شاء الله نسمعوا عليه الدود ياكلوا في الحبس ولا يقعد قدامنا يتمسخر بنا. ومن الصعب اليوم أن نجعل من مولاي صالح أو من شركات وعد الصادق قضية بسيطة، أو كأنها جنحة بسيطة أو ربما مخالفة. لا، أفعال جد خطيرة، وعلى القانون أن يدافع عن هؤلاء وأن يضربوا بقوة. مئات من الضحايا من 48 ولاية، والملايير من الأموال ذهبت في مهب الريح، وتحولت أحلامهم في الربح إلى كابوس يطاردهم في النوم واليقظة. وهكذا تحول الوعد الصادق في نظرهم إلى وعد كاذب. صحيح أن الكثير من الجزائريين كسب الملايير وراء الاستثمار في سوق الوعد الصادق، لكن لا يخفى أن معظمهم وصل للإفلاس. مولاي صالح اليوم وراء قضبان السجن، لكن السؤال المطروح: هل سيسدد هذا الأخير أموال هؤلاء المستثمرين، أم أنه سيكتفي بقضاء مدة عقوبته في السجن؟ لم يتم بعد محاكمة صالح مولاي، لكن تبقى القضية للمتابعة. ترقبونا في الأعداد القادمة. إلى اللقاء.